يصعد يعني في بعض الدقائق الصغيرة، والذي صعد معنا إلى النصف النهائي سيكون بحول الله عمر علي عوض من مصر. كتاب الله كلام الله ما أبهى، كتاب الله كلام الله ما أبهى. تصوير دقيق لمشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة من ولد صغير اسمه عمر. ما شاء الله عليك يا عمر، ما شاء الله، ما هذا الجمال وما هذا الجلال وما هذه الهيبة وما هذا الوقار. في الحقيقة كأنما الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قد نفخ في فيك، فأنت صورة مختصرة معتصرة عن عملاق القراءة والإقراء الأستاذ الكبير عبد الباسط عبد الصمد. والله أقسم بالله صعبة جدا. اقرأ من قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما صدق الله العظيم. تحية لعمر عوض من دولة مصر. أهلا. يا سلام ما شاء الله عليك، أداء ماتع ما شاء الله على عمر. تصوير دقيق لمشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة من ولد صغير اسمه عمر. ما شاء الله عليك يا عمر، ما شاء الله، ما هذا الجمال وما هذا الجلال وما هذه الهيبة وما هذا الوقار. أحكام التجويد عندك كانت منضبطة، كنت تقف على كل حرف يعني وتعطيه حقه على الرغم من صغر سنك. والذي أعجبني فيك مع حجمك الصغير وسنك الصغير الأصغر، الذي أعجبني فيك مساحة صوتك وطول نفسك. سبحان الله، أنت يخيل إلي أنك كنت ممسكا بقوة للوجه الذي كنت تقرأه، يعني كنت تتصرف فيه بقوة وبجمال وهيبة وجلال. في الحقيقة كأنما الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قد نفخ فيك
فأنت صورة مختصرة معتصرة عن عملاق القراءة والإقراء الأستاذ الكبير عبد الباسط عبد الصمد. وإن كان من تعليق أتركه لمولانا الشيخ محمود عكاوي. تحية لك من القلب على هذا الأداء وما استمتعنا به من قراءة. احرص كل الحرص أن تتمسك بالقرآن، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. هذا الإمام الشاطبي رحمه الله. تمسك بالقرآن واعمل بالقرآن واخدم كتاب الله عز وجل كما خدمته بصوتك، اخدمه بتعليم الناس إن شاء الله، ولتكن قدوة لإخوانك إن شاء الله ولأبناء جيلك. فتح الله عليك. لا بأس. أنا أحيلها لا أحيلها لأحد، لا سأقولها بإذن الله لأبنائنا. أنتم إن شاء الله جميعا ناجحون، ولكن المسابقة تقتضي أن يصعد يعني في بعض الدقائق الصغيرة، والذي صعد معنا إلى النصف النهائي سيكون بحول الله عمر علي عوض من مصر. كتاب الله كلام الله ما أبهى، كتاب الله كلام الله ما أبهى. الحمد لله، شعور جميل جدا، وهذا طبعا بفضل الله، وحظ موفق إن شاء الله لكرار آية في المسابقة.